انت راضي عن الصيغه بتاعت انت صحفي كبير وكنت متحدث رسمي سابق باسم نادي الزمالك، كنت قلت لي مره ان انت كنت رافض المنصب ده صح؟ هسألك برضو كنت رافضه ليه، لكن انت راضي على الصيغه اللي بتطلع بيها بيانات للزمالك؟ ما انا قلت لحضرتك لما قناه الاهلي تعلي فانت لابد صحفيا واعلاميا عليها. لا ابقى ثانيه واحده بس اكمل. قناه الاهلي علت قوي السقف. انت بتشوف ده حاصل دلوقتي؟ انا بتكلم على الموقف البيان الاخير. علّ قوي قناه الاهلي، علت قوي وطالبت ان تمشي رئيس لجنه المسابقات. طبيعي انا كاعلامي لازم اقول له علي كمان، انت لازم اعلي عشان اعمل توازن. ده شغل صحافه وشغل اعلام. انا لازم اعلي، لازم اطلع بيان عشان اعمل توازن مع قناه الاهلي. لان انا مش قادر في قناتي اطلع اقول نفس الكلام. يبقى خلاص لازم اعلي ببيان. فده تكتيكيا صح، بتشوفه عادي تكتيكيا لازم يحصل. انا شايف ان مجلس اداره الزمالك بتقود السوشيال ميديا وثالثه يمين. مجلس وش انا بقول لك ومجلس اداره النادي الاهلي مجلس اداره الزمالك يقاد من الثالثه يمين والسوشيال ميديا. ادعاء ذلك ان اتهام صعب قوي. لا بص غير اوافق، ما اوافقش. قرار الانسحاب امام الاهلي ما جاش الا بعد ما خدوا ضوء اخضر من السوشيال ميديا. بس خليني افكرك بحاجه، الجمهور نفسه زعل لما الزمالك ما لعبش ماتش الاهلي لانه رجع بعد كده لعب ماتش سيراميكا. جمهور الزمالك وابتدوا على حضور في مدرجات. هم بياخدوا قرار من السوشيال ميديا. لا ده كان قرار غصب عن الزمالك انه يلعب. ده كان قرار من فوق بتاع سيراميكا. طبعا ما كانش ينفع. ازاي؟ لا والثاني مش موجود ازاي يعني؟ لا عادي تنسحب مباراه عادي. لكن هتقول لي هتفضل منسحب لي؟ لا ده من فوق. لا الدولة مش هتسكت يا عمرو. الدولة لما تشوف حاجة تسيبك. والدولة لو تدخلت وتدخل الكرة هتقول لك لا ده استثمار وملايين وبتاع وبس وحقوق. لا أنا ما ينفعش. بس جت محاولات من الدولة متمثلا في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الماتش يتلعب بتاع الأهلي والزمالك. ايوه كان وحصل اجتماع مع الكابتن حسين لبيب في مركز التعليم المدني صح جنب اتحاد الكوره عشان يقنعه انه كان اقتنع الكابتن حسين لبيب. وبعد كده تراجع لما رجع اعضاء المجلس. مظبوط كده انسحبوا وفضلنا لحد اخر لحظه. لولا نادي الزمالك خد الضوء الاخضر من السوشيال ميديا ما كانش سحب مباراه امال الماتش اللي بعده السوشيال ميديا كانت رافضه. لا ليه القرار ما كانش الدليل البيانات اللي عملوها بتاع التحكيم. لما جمهور الزمالك راح بعديها لما الاهلي كان بيلعب مباراه وجمهور الزمالك راح بعديها وقعدوا يهتفوا على التحكيم ومش عارف ايه بتاع كده. نادي الزمالك بعد 3 ايام من وقعت مباراه الاهلي وبيراميدز بعد 3 ايام عملوا بيان. ده بياكد لي انا وقلت لك ساعتها يا امير ان القرار ده البيان ده طالع بناء على غضب السوشيال ميديا. فانا بقول لك ان اداره نادي الزمالك بتقاتل عن طريق السوشيال ميديا. يا سلام. واداره النادي الاهلي ما بتعملش كده صح؟ لا ما بتعملش كده خالص. شوف ان اداره الاهلي برضو نفس الكلام. طبعا اداره الاهلي هو قال دلائل. اداره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي ما كانتش هتجيب اللعيبه دي. جابت اللعيبه اللي فيها في انتقالات يناير دي بناء على السوشيال ميديا، ضغط السوشيال ميديا وبعد اللي حصل. والسوشيال ميديا اتهمت الكابتن محمود الخطيب وهجمته وصلت يعني قذفته بالالفاظ علشان فاضطر يجيب برضه تحرك وفقا للسوشيال ميديا من ضغط السوشيال ميديا عمل كده. لا الصفقات كده بتتم. هو التاخير بس هو الجمهور عاتب او لام الكابتن محمود الخطيب على التاخير مش على نوعيه الصفقات. ده ان جت صفقات ما حدش كان بيسمع عنها خالص. يعني مين كان يسمع عن جراد الشار ده؟ لا ما حدش كان يعرف. احنا كنا الاعلام كله ولا امير كان موجود. كنا كل يوم بنطرح اسماء وانا كنت ضيف مع امير وبقول له على اسماء تانية خالص. واسماء كتيره جدا مرشحه وفوجئنا انه بيجيب اسماء تانية خالص. وما جابش حتى اسماء تقيله عشان يرضي غير الجمهور. ده جاب اسماء عاديه خالص. يعني حتى ازاي مش اسماء جراد الشار ما حدش اسم عادي يعني مالوش ما فيش صيت يعني مش جاي بناء على رغبه الجماهير يعني. بس ثمنه كام؟ بن شرقي لا بن شرقي ثمنه كام علشان تقول ان صفقه عاديه؟ مش صفقه عاديه. لا يعني جراد شار ده مش صفقه عاديه من ثمنه. لا مش صفقه عاديه يا عمرو. اقصد يعني انت وسام ابو علي حد كان اسمه وسام ابو علي محدش كده. يعني انا اقصد مثلا الجمهور مثلا الاهلي مثلا بيطالب مثلا وسام ابو علي موليكا فاكر اللي قبلها. احنا كنا بنتكلم على اسماء. انا بتكلم على اسماء اللي الجمهور كان عايزها. موليكا مش عارف مين. الاسماء اللي هي كانت دايما مطروحه مش عارف المهاجم ده مش عارف مين وبتاع. محمد علي بن رمضان كنتسا مؤخرا كنتسا. كامل احترامي الجماهير بتمسك وده كل الجماهير مش جمهور نادي معين
بيمسكوا في اسم لاعب من غير ما يبقوا عارفين. ماشي. بس يعني لمجرد انك انت تردد بس اسم. بس عايز اقول لك على حاجه دلوقتي. لا راح جاب احمد رضا. ايه احمد رضا؟ يا مع احترامي لما يقول لك انا جبت احمد رضا، ده يرضي غرور جمهوره؟ لا طبعا. بس الولد لا، بس الاهلي اعلن. لا عشان يرضي غرور جمهوره اعلن عن بن شرقي وتريزيجيه وجراديشار وحمدي فتحي اعلن عن ده. لا كاس عالم. لا كاس عالم. انا طيب. شايف، لا انا شايف الاتهام مرفوض. طيب بن شرقي تحديدا، انا عارف ان انت ممكن يكون عندك كواليس كتير جدا حصلت في موضوع بن شرقي، لان بن شرقي كان خلاص رايح الزمالك، راجع الزمالك في الصيف طبعا، في يناير بقى في الاهلي. ايه اللي حصل في الصيف ادى لان بن شرقي ما يجيش بتذكره الطيران على القاهره عشان يعلنوا صفقه انتقاله، لان كان الموضوع خلصان؟ ايه بالظبط اللي حصل في الموضوع ده؟ دي بقى شويه كواليس، هنخش بقى شويه في موضوع الكواليس ده وشويه حكايات في الرحلات الافريقيه وكلام من ده معاكم. فقول لي الموضوع بن شرقي، وهل انت الاول زعلان طبعا او بتتحسر لما بتشوف مستوى بن شرقي في الماتشين ولا كام دقيقه اللي لعبهم مع الاهلي؟ لا احنا عارفين مستواه، انا مش مستوى مش مفاجاه بالنسبه لي طبعا. بن شرقي لعيب كبير ولاعيب بيحب الزمالك وجمهور الزمالك بيحبه حتى الان، وهو بيحب جمهور الزمالك. بن شرقي لعيب كبير ولاعيب محترم جدا، كان عنده رغبة أكيدة إن يجي نادي الزمالك. تحديدا الأستاذ عمرو الجنايني اتفق معاه ومع أخوه اللي هو وكيل أعماله رشيد 900,000 دولار، وكان خلصان الموضوع منتهي. 900,000 بس؟ أنا اللي أعرفه كان 1,400,000. 900,000 دولار الموضوع كان خلصان والموضوع انتهى. طب ليه ما تمش؟ ما انا هقول لحضرتك، الموضوع انتهى وخلاص، وتم الاتفاق مع بن شرقي على كافة التفاصيل ورشيد على كافة التفاصيل، وخلاص مستني تذكرة الطيران. حلو. سافر سفرية تقريبا فرنسا علشان وكان منتظر باقي خلاص 4 أو 6 7 أيام ويقفل باب القيد. فمستني يبعتوا له تذكرة الطيران ويجي وخلاص والموضوع خلصان متفقين. مجلس الإدارة لما طرح الكابتن حسين لبيب طرح الموضوع ده على مجلس الإدارة، فالكابتن أحمد سليمان رفض بات، أو قال يعني ساعتها في الاجتماع في الكواليس يعني قال ان انتوا بتتكلموا ازاي على 900؟ حرام عليكم، ده هو في ناس بتكلموا على 600 وكان موافق في المغرب. كان موافق على 600 فانتوا تقولوا 900. فحصل ايه؟ مشاحنات، فمعناه ان انا مثلا واخد عموله فيه. كابتن احمد سليمان هو سبب فشل صفقه بن شرقي مع الزمالك. مؤكد طبعا، معلومه مؤكده. فاللي حصل قال لهم انا عندي لاعب بديل وبولندي والحكايه وبتاع اللي هو مش لاعب، فبالتالي ومش هيكلفنا حاجه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والنادي هيدونا ببلاش وهندفع للاعب بس فقط الفلوس. انا لو من مجلس اداره لو من كابتن حسن لو مضطر اعمل كده. انا هدفع 900,000 في بن شرقي خلصان الموضوع. بس انا المفروض ما احسبهاش فلوس على قد ما احسبها كفاءه فنيه مضمونه. ما هو قال لك ده كفاءه وبولندي، وبعدين اللاعب اللي بيجي في المرحله يعني حصل نوع من التشكيل. ماشي. فاللي حصل ان ما بعتوش لبن شرقي، فبالتالي بن شرقي بقى باقي عليه 4 أيام على فتره الانتقالات. والزمالك وبعد رجعوا لما كلموه بيقولوا له 600 ومش 600. قال لهم 600 يعني شكرا. فبالتالي قبل بعرض القطري. الريان رجع الريان. قبل بعرض الريان اللي هو كمان يلعب اسيا بس. يعني لان كانت ساعتها القايمه اتقفلت بالنسبه له. فهو رضي بالعقد ده على مضض طبعا الزمالك الموقف اللي اتحط فيه، الزمالك اللي حطه في الموقف. تمام طبعا. فبالتالي عشان كده قبل عرض الاهلي.